ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى نقول لكم جوله في قلب الهند، في مأكولات الهند الجميله الجميله جدا زي ما انتم شفتوا كده. نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام ونذكر الله يذكركم. لا اله الا الله محمد رسول الله. النهارده بقى معانا الشيف فلافيلو. الشيف فلافيلو النهارده عامله طبخه اسمها ايه بقى يا جماعه؟ ها يا كريم؟ موتني شكرا. موتني شكرا، او طبخه البقاء لله. طبخه البقاء لله دي عباره عن ايه يا جماعه؟ هي دقيق وبيض، بس هو البيض بيحطه في بقه. يعني هو بقى في حاجة اسمها مضرب، بس هو هنا في الهند الشيف فلافيلو ما بيستخدمش المضرب الكهرباء او المضرب اليدوي، وهو بيستعمل بقه كمضرب. بيحط البيضة في بقه ويحاول يرجرجها لحد ما تعمل زي الكريم شانتيه كده، وقوم حاطه في الزيت على طول. وهنا المعجون الاخضر ده انا مش عارفة هو معجون ايه. يا جماعة، انا مش عارفه هو معجون ايه بالظبط. طبعا الحركه دي يا جماعه انتوا مش فاهمين، هي حركه حلوه جدا انك تاخد العجينه وتحطها تحت باطك. طبعا هنا بتمتص العرق اللي تحت الباط. في يا جماعه بكتيريا، تبقى بكتيريا نافعه وفي بكتيريا ضاره. نعم، في بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. معلش يا جماعه، اعمل بس بنتي جنبي. البكتيريا اللي عنده، هو مش عنده بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، لا لا للاسف. هو ما عنده تعابين نافعه وتعابين ضاره. فهو بياخد التعابين دي من تحت بطاطه، بيحطها في العجينه تديها مذاق ورائحه. طبعا انتوا عارفين الروايح تحفه، وانتوا شايفينه قد ايه هو رشيق، والعرق اللي بيصر منه قد ايه ريحته حلوه وريحته جميله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بيحط بقى الجبس على الدقيق على الاكل. تمام، وبيحاول بقى ايه يعجن يعجن يعجن. طبعا هو مش بس يا سلام. دي اسمها يا جماعة إيه؟ لما حد يقول لك انت نفسك في الاكل، ده بقى بيسموه انت عرقك في الاكل. البكتيريا بتاعتك مالية الاكل بتاعك. الشيف فلافينو هنا انت زي ما انتم ملاحظين ليه زي معين، وهو الزي الجيبة، عامل جيبة. فهو المفروض ان هو هياكل دي. اوعى تاكلها، اوعى تاكلها، اوعى للاسف كلها. قسما بالله انا ما عارفه بقى هيبلعها ازاي. الواد بيموت، بيطلع في الروح، بيطلع في الروح، بيموت يا عيني، بيموت بيموت يا لا. والشيف فلافيلو هنا فاكر ان هو معجب بالاكل. صراحة حاجة اخر يعني مقززة جدا جدا جدا. لا لا استنى، ده هيحصر له بقه باين ليمون عشان البكتيريا النافعة. كده انت هتقتل البكتيريا النافعة. يعني بقول عشان تعرف تبلعها. المشكلة يا جماعة احنا عندنا الشيف فلافل هنا واثق من طبخته وواثق من اكلته كويس جدا. يعني ايه؟ بيتعامل مع الناس. يا ابني انت لو حطيت نفسك قدام عربية ارحم من تاكل الاكل. مش قادر يا عيني يبلع اللقمة. شوف بيقول لك فيري جود، يعني الاكلة فيري جود. الشيف فلافيلو ده فظيع. متنسوش اللايك واقول لكم باي.